هي الخطة محطوط فيها ان في اقزام هينتهزم هذا الرواج او هذا الغليان اللي موجود، وهيطلعوا مع الفئائية بتاعة الغليان. ودول اقزام هيقوموا بدور اخطر من واكبر من دورهم، فهيساهموا في احداث البلبلة، وهذا ما حدث. تصدينا على فكرة، ده ستر ربنا. ما حدث في مصر اوعي تقولي لي 30/6 لا توفيق ولا احمد ولا ازدحمد ولا الرئيس عبد الفتاح السيسي ذاته، ده ستر الله وامر الله واراده الله اللي حصل في مصر ده. لان ما هو مشكله. كان البديل هيبقى ايه؟ لا قدر الله يعني. البديل يا فندم حرب اهليه. بص يا فندم، هو سيناريو كان موضوع يستهدف في النهايه ان تفقدي قواتك المسلحه. العراق بلا جيش، سوريا بلا جيش. مين فين الجيوش العربيه؟ السعوديه عندها جيش كويس نحترم وننحني اليه، ودول الخليج عندها مجموعه من الجيوش نحترمها وننحني اليها، ولكن اين الجيش القادر على صد العدوان وتحقيق الانتصارات وحسم المعارك؟ ما عادش في غير الجيش المصري.